ايه رايكم؟ انا مفيش مقدمه، ايه رايكم في اللوك بتاع النهارده؟ عايزه اقول لكم ان الرسمه بتاعت العين دي معموله من الباليت بتاعت مايت سينما. اوكي، الباليت دي انا بحبها جدا. المهم يعني فيديو النهارده هنعمل المكياج بتاع العروسه اللي انتم شايفينه ده، وكمان الريفيو بتاع، والله مكسوفه اقول الريفيو بتاع الفاونديشن بتاع نوت، لان اخر واحده في العالم عامله لكم عليه ريفيو. بس ده شكل الفاونديشن كده، وهتعرفوا رايي عن الفاونديشن في الفيديو. فلو حابين بقى تعرفوا مكياج العروسه السكر ده احنا عملناه ازاي، وكمان رايي في الفاونديشن بتاع نوت، يا ريت تكملوا معايا الفيديو الاخر. بس طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، ويلا بينا نبدا الفيديو. انا رسمت حواجبي واستخدمت للحواجب جل الحواجب ده من كيكو. اوكي، انا جربته معاكم قبل كده بس استخدمته معاكم لاول مره، ما جربتش ثباته او ما قعدتش بيه، لكن جربته تاني. هو البيجمنت بتاعه حلو جدا جدا جدا، وبس حته صغيره منه هترسم معاكي الحاجبين، لكن هو مشكلته ان هو مش ثابت خالص. تمام، يعني لو انت بشرتك دهنيه او ان انت ممكن تنسي وتحطي ايدك على حاجبك كده وتمسحي الحاجب، هتلاقي الحاجب ساح معاكي او الحاجب اتحرك معاكي، وبالذات لو بشرتك كمان دهنيه. فالجل ده مش هيبقى مناسب قوي للبنات اللي بشرتها دهنيه، والبنات اللي غصب عنها بتنسى وتحط ايديها على حواجبها. لكن هو بصراحه بيجمنت جدا. الفاونديشن اللي هستخدمه معاكم هو الفاونديشن ده من نوت. انا كنت جايباه من ايه من مصر، من ساعه التخفيضات اللي هي بتاعه شهر 11 دي، اسمها ايه، البلاك فرايداي. كنت جايباه من على نون. اوكي، درجته 106 سوفت هنه. اوكي، انا دخلت عملت سيرش على الدرجه، لان انا بسمع درجاته للتلاتة واربعة، محدش بيقول 106 و105 والكلام ده كله. دخلت عملت سيرش لقيت فعلا في درجات من الفاونديشن ده 106 ونفس الدرجه. فهو ان شاء الله مش هيطلع كوبي او حاجه. انا جربته قبل كده وعارفه رايي فيه، فهنستخدمه مع بعض النهارده. فالنهارده هيكون الريفيو بتاع الفاونديشن اللي هو من نوت ده. بصوا، اخدت كده بامب ونص منه على البتاعه دي. بصوا، الفاونديشن ده لما بتستخدموه بفرشه مثلا فلات زي دي او فلات زي دي، تمام، كان عندي فرشه فلات تاني او فلات زي دي، اي فرشه من الثلاث فرش دول، بس دول اكتر هيدوكوا تغطيه اعلى. هو في العادي تغطيته متوسطه، لكن هتديكي الاعلى من متوسطه لو استخدمتوا له فرشه من الفلات دول. لكن لو استخدمتوا فرشه اللي هي الكابوكي العاديه دي، هتديكوا تغطيه متوسطه ويمكن كمان اقل من متوسطه. وطبعا لو استخدمتوا السبونج على طول برضو هتاخدوا منه تغطيه اقل شويه من المتوسط. فانا هستخدم الفرشه اللي هي الفلات دي كانت من مانج، وهبتدي اوزعه كده على الوش كله. هي النقطة الحمراء اللي عند مناخيري دي حباية. بصوا، انا كده خلاص وزعت الفاونديشن ومشيت عليه بالبيوتي بلندر. هوريكم ان الفاونديشن ممكن تبنوه بس ما بيبقاش احسن حاجة لما بتبنوه. يعني ده اللي فضل. انا خدت كمان نص بامب لانها ما كفتش، ففضل منها الحتة دي. بصوا، هاخد منها كده. تمام، وهنبتدي نمشي على الوش تاني. بصوا الفاونديشن بيأكسد ازاي، هنبص على وشي، وده هو تقريبا من نص درجة لدرجة. هو احنا بنقدر نبنيه عادي لو الوش مفهوش قشور، لو الوش مفهوش مثلا مشاكل او حبوب بارزة وكده، بتقدري بتبني عادي. لكن لو في قشر هتلاقوه كلبش فيه. بس لو بنيتوه مرة واتنين وتلاتة ما بيوصلش خالص معاكم للفول كفر. تمام، يعني كده انا حاطه مره بالفرشه الفلات ومره عليه بالسبونج، وبرده مفيش الفول كفر، ما بيوصلش خالص معانا للفول كفر. بس هو للامانه شكله حلو جدا على البشره، ثباته حلو جدا. خليني بس اظبط طرحتي. بس انا بتكلم على ثباته معايا في الشتاء. تمام، انا ان شاء الله هجربه برده معاكم تاني. بالنسبه للدرجه زي ما قلت لكم درجته 106 اهي. فانا بصراحه الفاونديشن عجبني، زي اي فاونديشن عندي بيدخل شويه هنا في الخطوط. بس ده كل الفاونديشن، مش هقول لكم اغلبها، كل الفاونديشن اللي انا بستخدمها بتدخل عندي في خطوط الابتسام، لان هم كده كده موجودين عندي. هستخدم معاكم الاتنين كونسيلر دول من شي جلام
عشان الدرجة دي تقريبا لون بشرتي والدرجة دي على اصفر، فهفتحها بيها كده شوية. درجة الكونسيلر بتاع شي جلام كوكونات فليكس، كوكونات فليكس. تمام. بصوا الفاونديشن تقريبا قلب مات خالص، وهحط عليه نقطة من الفاونديشن ده بتاع شي جلام، درجته فيز تقريبا او فيز حاجة كده. وهاخد السبونج اللي هي بتاعت الكونسيلر دي، حبيتها اول مرة اللي فاتت لما استخدمتها، وهي دي اللي هبتدي ادمج بيها. هثبت بقى الوش كله. هستخدم الباودر دي من نوت، الباودر دي حلوة جدا جدا. سعر الفاونديشن بتاع نوت انا كنت جايباها في شهر 11 من زي ما قلت لكم البلاك فرايداي، فبصراحة والله ما فاكرة سعره كام، بس هتلاقوه اكيد في فيديو من فيديوهات المشتريات اللي نزلت في شهر 11. وانا برضه هحاول افتكر لكم سعره او اشوفه على نون كنت جايباه بكام، وهكتب لكم ان شاء الله على الشاشة. هستخدم الباودر بتاعت نوت دي، درجتي فيها 3، وهتأكد ان مفيش اي خطوط. وهثبت البودر دي بقى حلوة، تثبتوا بيها تحت العين، تثبتوا بيها الوش كله، تنضفوا بيها بعد ما تخلصوا ميك اب. وزي ما متعودين بفرشة البودر ونشيل اي زيادة. بالنسبة للفاونديشن ده، الفاونديشن ده كان منه 8 درجات. درجتي انا اللي معايا زي ما قلت لكم 106، فمعنى كده ان في درجتين تاني اغمق منها. انا لو كنت لقيت الدرجات الاغمق اكيد كده كنت جبتها. الفاونديشن يبقى حلو جدا معاكي جدا لو انت بتشتغلي ميك اب ارتست، هيبقى حلو معاكي في السواريهات، هيبقى حلو معاكي في الخطوبه، بس هيبقى حلو بس للبشرات الدهنيه، لان انا حاسه ان هو بيكلبش شويه في الحتت اللي فيها. يعني انا عندي هنا حبايه قافش فيها شويه، معلق حواليها، لكن كبشره دهنيه هيبقى ممتاز معاكي. هستخدم بعد كده الكونتور والبلاشر من اوفرا اهو. هستخدم الدرجة دي ككونتور والدرجة دي كبلاشر، وهستخدم الفرشة العظيمة دي من طقم بتاع مانج. تحفة الفرشة، تحفة، بتحدد لك كونتور قوي. هو للأسف مش كاتبين عليها رقم، بس الطقم ده اصلا اللي هو الاحمر اللي كنت جايباه من مانج اللي هو كان 30 فرشة، بصراحة حلو جدا جدا. تمام، خلينا بقى نعمل الكونتور. وبرده من نفس الباليت دي هاخد الدرجة دي كبلاشر. خلاص حطيت فوق عيني كونسيلر، واستخدمت الكونسيلر ده بتاع مايت سينما. هثبت بس الجفن الثابت عندي، مش هثبت المتحرك عشان هنحط عليه لون كريمي. هاخد كده من الباودر وهثبت كده الجفن المتحرك، مش هيجي عند الجزء ده خالص. بثبته ليه؟ عشان يسهل معايا الدمج شوية بتاع اللون الانتقالي، اللون ما يفضلش يقطع. وما بثبتش الجزء اللي بيتحرك ليه او الجفن المتحرك ليه، عشان هنحط عليه لون كريمي، ما يبقاش الجفن معانا عليه طبقات كتير، فاهمين قصدي؟ هنستخدم بعد كده باليت الاي شادو دي من مايت سينما. الباليت دي بحبها جدا، اللي هي اسمها 40 لون. وهاخد نفس الفرشه اللي انا ثبت بيها جفن العين، وهستخدم الدرجه الاورنج دي. بصوا هعمل لها ميكس مع الدرجه اللي جنبها دي، اوكي. وهنبتدي نستخدم بقى الدرجتين دول كلون انتقالي.
بصوا الدرجتين حدوته من نفس الدرجتين بنفس الفرشه، وهنحطهم كده تحت العين. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد جل بتاع كيكو جل لاينر، تمام، وهاخد فرشه زي فرشه الحواجب كده، فرشه كده اللي هي بتاعه الحواجب العاديه دي، كان مكانها ازرق مش مشكله. وهاخد شويه من الجل، انا مش عايزه احط على جفن العين جل كتير، انا بس عايزه اغمق الجفن المتحرك معايا شويه، مش عايزه اخليه اسود، يعني ممكن حاجه خفيفه قوي يبقى قالب على رمادي كده شويه، هحطه على خفيف، مش عايزه طبقه كبيره منه. اوكي، ومن نفس الجل لاينر الموجود على ايدي قبل ما ينشف هحطه كحل جوه العين. انا طبعا عشان في زياده على ايدي مش هستخدم كحل، لكن لو مفيش زياده كنت حطيت كحل. هاخد بعد كده برضو نفس الباليت، وعايزه فرشه كده تكون مبططه، هاخد كده فرشه تكون مبططه، وعايزه درجه رمادي بقى، وهاخد الدرجه الرمادي دي وهبتدي احطها على الجل لاينر. هرجع بعد كده للفرشه المبططه وهاخد نفس اللونين تاني، وهبتدي ادمج بيهم بقى الطرف بتاع الاي شادو كده. نفس الجل لاينر تاني، وهبتدي بقى اعمل خط ايلاينر كده، هاخد فرشه الحواجب عشان يبقى الخط رفيع قوي معايا. بعد كده هرجع برضو لنفس البالت تاني، وهاخد اللون الجليتر. انا مش عارفه بقى اخد الفضي ولا الفضي في اسود، مش عارفه، بس غالبا هاخد الفضي في فضي لان لمعه الفضي هنا حلوه. لا، الفضي في اسود. اوكي، اللي هي الدرجه دي، مش شايفه اهي دي كده، وهحطها بس في نص العين هنا، لان الدرجه دي فضي في اسود. مش عارفه هتبقى واضحه لكم بقى ولا لا. اوكي، بس في نص العين هنا كده. هاخد بقى فرشه كده مبططه زي فرشه الحواجب، بس شعرها كثيف شويه والدرجه السوداء اللي في البالت، وهغمق شويه الجل لاينر ده بتاع كيكو لانه سواده مش غامق قوي، فهحط عليه كده اللون الاسود. بصوا تقلوا ازاي. اوكي، ركبت رموش واخدت من اللون اللي هو السيلفر اللي انا حطيته او الفضي اللي انا حطيته اللي هو الشمر بالفرشه الصغيره دي، وابتديت احطه في اول العين كده من تحت عشان ينور معايا العين كده. احط بقى مسكره في الرموش السفليه، هستخدم المسكره دي بتاعه انجريد. المسكره دي تحفه، بتطول الرموش حلو قوي. فرشتها كمان خطيره، بصوا. وهحدد شفايفي بالبلاينر ده من ان درجته 4. وهستخدم الروج ده من مايت سينما درجته 205. وهحط فوقيها الليب جلوس او الليب فيلر بتاع مايت سينما بس عشان يديني لمعة زيادة.
درجة الروج دي تحفة. فين هي؟ درجة الروج دي بتاعت مايت سينما 205، بس اعتقد ده ما بقوش ينزلوه، هما نزلوه مرة واحدة هو والدبل تاتش، ما بقاش موجود. هنيجي بقى للهايلايتر السكر القمر، يعني الفترة الجاية بقى هتلاقوني لازقة فيه لزقة فظيعة. الهايلايتر ده بتاع ايسنس او ايسنس اللي هو كده شكله تمام، وهاخد الدرجة دي كده فرشة هايلايتر. ممكن اعمل ميكس بين الدرجتين يعني عشان حرام نسيب دي لوحدها، يعني هستخدم الدرجتين دول. حتى بصوا هتلاقوني واكلة دي اصلا شوية، بس هستخدم كده دول مع بعض. بصوا مفيش كلام. حابة برضو تحت الحاجب، وهرجع لفرشة الدمج وابتدي ادمج طرف الهايلايتر كده. فرشة صغننة، حبة عند المناخير، بصوا بينور ازاي، وحبة في مدمع العين. هايلايتر اصلا فظيع حلو قوي. المهم كده نكون خلصنا وقلت لكم على الريفيو. اللوك كده عروسه من الدرجه الاولى، لو انت بتحبي السيلفرات وكده لوك عرايس قوي. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو، كمان تشتركوا في القناه لو لسه مشتركتوش. اشوفكم فيديو جديد، باي.